السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يومياً إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولاً وآخراً بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكراً. سفيان شويطر، وأنت تتابع منذ سنوات الأحداث في الجزائر والمعالجات الإعلامية لتلك الأحداث. الآن شهدنا خلال هذا الأسبوع شيء لم نشهده من قبل بصراحة، يعني في الجزائر انفلات، فوضى، وأيضا تسيب، وبين قوسين مثل ما يقال في الجزائر هملة كبرى صاحبت التغطية الإعلامية الرياضية لمنافسات كأس إفريقيا وكل الذي حدث بعدها، خروج الجزائر من الدور الأول، ثم خروج بالماضي، مفاوضات مع الاتحادية. الكل يسأل وما زال يسأل لحد الآن: لماذا الانفلات لماذا يتجرأ أو تجرأ الصحفيون والضيوف أن يكسروا كل الحواجز ويتعدوا كل الخطوط الحمراء في معالجتهم لهذه القضية أو لهذه المنافسة الرياضية؟ نعم، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة للجميع. أولا شوف سليم، أولا في اللقاء نفسه وزير الإعلام بمدراء هذه القنوات الخاصة والصحف المتعلقة بالشأن الرياضي، أولا هذا هو أكبر دليل على انعدام استقلالية هذه ما يسمى بالقنوات الخاصة، وبالتالي أعطانا دليل واضح وضوح الشمس، وهذه عمرها ما تشوفها في جو من الإعلام الحر، أنه يكون هناك تعليمات واستدعاءات من وزير الإعلام. لا علاقة قناة خاصة أو جريدة خاصة علاقتها بوزير الإعلام. مش دخل وزير الإعلام مع قناة الخاصة يا أخي؟ لماذا يستدعي؟ هل هو شرطة؟ يعني هو الرقابة على ما يسمى الإعلام. على كل حال، هذا يثبت في حقيقة الأمر أن ما يسمى بالقنوات الخاصة، أنا لا أتكلم على القنوات العمومية، يعني السيرفيس بيبليك إلى آخره، نتكلم على هذه القنوات الخاصة والجرائد، ما هي إلا آلات للدعاية للنظام. وهذا ما كنا نتكلم عنه يعني لمدة سنوات. أقول يعني حتى بعض الأجانب قلت لهم في الجزائر وجود إعلام خاص ربما، ولكن ليس مستقل. يعني يا با une presse indépendante، هي une presse privée خاصة نوعا ما، ولكن لا توجد الاستقلالية، وهذا أثبت ذلك لأن الصحفي. لكن لماذا هذا التردي؟ يعني لماذا هذه الفوضى اللي شاهدناها خلال هذا الأسبوع والأسابيع السابقة أيضا؟ هل هو إحساس يعني هل هي يعني الكثير يبحثون، يعني هل أسباب متعلقة بنوعية الصحفيين، بالجو السائد؟ يعني كيف في بلاطو يتم التهجم على دولة شقيقة أو الكلام البذيء؟ يعني هذا التسيب هل من شرح لأسبابه؟ أولا هناك شكوى رسمية من المغرب إلى الاتحاد العربي للإذاعات، صحيح، تابعة لجميع الدول العربية ومقرها في تونس العاصمة إلى آخره. لا أعرف ما سيكون الأمر هذا. أنا في الحقيقة هذا مؤشر، هناك مؤشرات، ولكن هذا من بين المؤشرات تفتت منظومة الحكم بآلياتها، الآليات سواء كانت الأمنية أو آلة الدعاية. يعني لأنه هذا قاعد نشوفوا في إحدى قطاعات للنظام، يعني إحدى وسائل تفتت المنظومة الحكم في الحقيقة الأمر. وأنا أتفق مع الرئيس الفرنسي ماكرون اللي صارت عليها ضجة وأزمة دبلوماسية عندما صرح في، أعتقد أو نشر في جريدة لوموند، عندما قال بلي أن هذا le système politico-militaire est fatigué, il a été fragilisé par le حراك. نظام متعب، يعني أتعبه أو أضعفه الحراك، وبالتالي انطلاقا
وانا اتفق معاه، وهو ماهوش اي شخص اللي يتكلم هذا الكلام هذا، يعني مجرد يعرف الامور وعنده معطيات الى اخره. بغض النظر تتفق معاه في امور اخرى ولا لا، هذا موضوع اخر، ولكن في هذا الخلاصه. اذا نحن نشهد منظومه في تفتت، يعني نعطيك على سبيل المثال وانت تعرف احسن مني انه السنوات اللي قبل يعني اخراج بعض الاسامي لضباط في اجهزه المخابرات عمرها ما صارت في بوركينا فاسو، وما صارتش يعني عاده يعني. وهذا انفلات حتى داخل منظومه الامن نفسها، في صراعات، في تهجمات. لم تشهد الجزائر في حالة استثنائية تعلق ببولوسي فقط الذي سجن، ولكن لم تشهد من قبل. عادة حتى لو يكون هناك صراعات يعرفوا كيف توصل. هنا عندك العشرات من الجنرالات ومن ضباط السامون في الجيش في السجون، انعدام داخل ما يسمى بالمنظومة اللي هو لأن النظام الجزائري الحالي هو النظام مركز على المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية بأجهزتها الأمنية هو الأساس، ليس الشعب هو المصدر للسلطة للأسف في الجزائر، إنما الجيش هو الذي يقرر ويعين إلى آخره. هذه المؤسسة لا كولون فيرتيبرال تاع منظومة الحكم، أنا بالنسبة لي هو في تفتت، في ضعف إلى آخره، مما أدى على نوع من الفوضى يعني. نعم، فوضى وعدم التحقق. لأن روح الكلام ومانيش انا نتكلم انا، هو اللي قال باللي انه اصبحوا خطرا على الامن القومي الجزائري. نعم. عندما تصبح ادواتك انت كنظام، احدى ادواتك للدعايه تشكل نفس هي بعد خطرا على الامن القومي، الامور خطيره في حقيقه الامر. هل سيتحكمون في الامر ام لا؟ هذه الايام المقبله والاسابيع المقبله ستبين. جميل. سارجع ليك استاذ سفيان شويطر. استاذ عبد الله الرافعي، كيف تفسر هذه الحاله، يعني حاله الانفلات والفوضى في الاعلام الرياضي؟ سناتي الى الاعلام الاخر، يعني على الاقل خلينا ما حدث هذا الاسبوع وخلات السلطه عن طريق الوزير، وان كان متاخرا كثيرا، انه يتدخل. السلام عليكم، تحياتي لكم جميعا. في الواقع لا نستطيع أن نتحدث عن الصحافة الرياضية بمعزل عن باقي الصحافة، لأنها كلها يعني تسبح في فلك واحد. لكن القاعدة العامة التي الآن يمكن أن تصلح عنوانا لما سنتحدث فيه، أن العرب قديما قالت: من خاض في غير فنه أتى بالعجائب. العصابة الحاكمة أو الأوليغارشيا العسكرية الحاكمة في البلاد عملت منذ انقلاب 92، وليس منذ أمس، منذ انقلاب 92، على تجفيف المادة الرمادية، تجفيف منابع الوعي، تكريس الرداءة، تكسير الإبداع والنزاهة. لما أنجزت كل هذه المهام، كان الواقع الصحفي الذي نعيش فيه، الواقع الصحفي والإعلامي الذي نعيشه الآن، كان إفرازا طبيعيا جدا لوضع غير طبيعي جدا. هذه الصحافة يعني بالمناسبة، وهذه الشطحات ليست جديدة، لأن هؤلاء المهمة الأولى التي تناط بالإعلام وبالميديا وبالصحافة في العالم كله، أنه توكل إليه مهمة أن يكون ضمير الأمة. فبالتالي الصحف والتلفزيونات وملاكها ممن ليس لهم ضمائر لا يستطيعون أن يرتقوا أن يكونوا ضميرا للأمة. الآن ما نشاهده، أنت تفضلت بتسميته بالفلتان، أنا أسميه، يعني لو سمحت لي أسميه اسم آخر، هو سعار. ما نشاهده الآن هو حالة سعار، كلب لا أراهم أنراجي. يعني أنا لا أفهم أبدا كيف لهذه الصحافة التي تدعي وطنية وتقطر وطنية ونبلا ومصلحة الجزائر فوق كل اعتبار، وتندب الخدود وتشق الصدور من أجل الخروج المخزي من كأس إفريقيا، لكنها لم تفعل ذلك حيال ما يحيق بهذه الأمة وتبديد مقدراتها. هذه الصحافة لم تتحدث عن
ما يحدث في الجزائر، عن اعتقال الأحرار، عن تكميم الأفواه، عن تبديد المال العام، عن يعني هذا ليس من شأنها. لكن أنا تمنيت فقط أن يكون لها معشار هذا السعار حيال قضايا الأمة المصيرية، حيال الوضع الاجتماعي المتردي للجزائريين، حيال، لأنه حتى كرة القدم هي مجرد مخدر يعني لبرهة الزمن. تمنينا أنه بدل ما يحز في نفسهم أننا حرمنا من متعة، يعني 1 2 3 فيفا الجيري وخرج دورة في الشارع وتنتهي الأمور. تمناهم أن يكونوا حريصين على إسعاد الجزائريين من خلال توفير لقمة العيش، منصب العمل، الكرامة الإنسانية، الكرامة الاجتماعية. لكن هذا لم يحدث. لماذا؟ لأنه هؤلاء يعني الصحافة الآن والإعلام الآن، وهذه إنجاز التعبير وأطلقنا عليها نخب باعتبارها إعلاما، والإعلام نخبة في أي أمة، هؤلاء لم يقوموا بالدور المنوط بهم. وبالتالي نعود إلى ما يحدث الآن في الجزائر، هو مقتضيات مبدأ بيترس الذي يقول لك أن الإنسان إذا وضع في منصب لا يحسنه ولا يجيد التعامل معه أنجز أدوارا أخرى سلبية غير الدور المناط به. فبالتالي الآن القضية ليست قضية إعلام، لأنه ما يحدث في الإعلام يسحب على السياسة والثقافة والرياضة وكل مناحي الحياة العامة. المشكلة وأم المشاكل ولعنة اللعائن وثالثة الأثاث هي أزمة الشرعية، لأن الشرعية شرعية الحكم كفيلة بأن تفتت هذه الغدد المتواجدة والمتناثرة في الحياة العامة الجزائرية. جميل. أستاذ سفيان شويتر، بين ملاحظات المختصين طبعا أنه كان يجب على سلطة الضبط للسمع البصري، وهي الهيئة المخولة قانونا بمتابعة ومراقبة ما تبثه هذه القنوات، وكان يجب عليها أن تتدخل في الحصص الأولى اللي وقع فيها الانزلاق وذكر إفريقيا وذكر الحكام بسوء وكلام بذيء في البلاطوات للرأي العام. هذا هو السؤال، يعني لماذا لم تتدخل السلطات اللي هي مفروض أن تتدخل، ويتدخل الوزير وهو رئيس سلطة تنفيذية لا علاقة له بهذا الموضوع مباشرة؟